عملت النهاردة شيبسي بيتي زي الولاد ما بيحبوا كده، ومقرمش وطريقة سهلة جدا وسريعة، مش هياخد مننا وقت خالص. نجيب البطاطس بتاعنا ونغسله، ودايما وانا بقشر البطاطس بيبقى معايا كيس من بتوع السوبر ماركت كده عشان يسهل عليا في التنظيف. اقشر فيه، احط بواقي البصل، بواقي توم، اي حاجة انا بستعملها. زي ما احنا شايفين كده بحاول اختار البطاطس الطويلة اللي هي مفرودة كده انسيابية شوية، واجيب مية فيها حبة خل وحبة ملح واسيبهم على جنب. القطاعة دي بقى بقالها عندي 30 سنة، من الشريف للبلاستيك، ولسه لحد دلوقتي شغالة وجميلة جدا. بعمل بيها البطاطس شيبس دايما، وفعلا ممتازة، وفيها مكان نقدر نعمل منه برضو نقطع البطاطس صوابع، بس جميلة قوي قوي قوي. بس فزي ما احنا شايفين كده بنقطع البطاطس شيبس. بصوا بتطلع رفيعة ازاي وماسكة نفسها كده، والشريحة بتبقى طويلة يعني زي الولاد ما بيحبوها كده، بتبقى كبيرة، فهتبقى أفضل كتير في القلي كمان، وهتطلع مقرمشة. بنقعها شوية في المية والخل، يعني ما اسيبهاش كتير، يعني قيمة ما أنا بحط الحاجة كده بقطع باستمرار، وبحط الحاجة في المية واسيبها أول ما الزيت بقى يسخن وكده على طول أبدأ أصفي وأقلي. زي ما احنا شايفين بحاول أفصل شوية شرايح عن بعض. وأنا بقلي طبعا باخد حبة الأول وأحطهم في مصفى علشان تنزل ميتها، ما احطهاش بالمية على الزيت، علشان طبعا من أخطر ما يمكن إن المية تبقى كتيرة كده وهي نازلة الزيت. زي ما احنا شايفين محاولش أكتر قوي وأنا بحط البطاطس، علشان تديها فرصة للقرمشة. لو هنسمع مع بعض صوت القرمشة كده وأنا بصفيها، بتطلع زي ما انتم شايفين كده، والملح والخل بيديلها القرمشة اللي موجودة فيها دي، وبتبقى قوية كده وبتبقى ماسكة نفسها. وبالهنا، ويا ريت تجربوها تعجبكم قوي، وتقولوا لي اخبار تطبيقاتكم دي ايه. لو اوكي عجبتكم اكتبوا لي في التعليقات. ميرسي قوي ليكم، تحياتي، كل سنة وانتم طيبين.